والله عرفت لها يا شيخ بارق. اللي عرف لها يا فندم محامي حقنا. كذا ولا كذا يا فندم، وكلناه قبل فترة قانونية لحبسه، ولم تثبت عليه تهمة تزوير أو أي تهمة أخرى. هذا هو القانون. ولا أنتم معترضين يعني؟ صحيح أمركم قانوني، والآن بندي لكم أمر الإفراج، لكن أشتيكم تفهموا طفاح صاحب السوابق أنه أي ممارسات أو أي نشاطات تخل بالأمن في القرية ويكون هو طرف فيها، مثل ما خرج بالقانون يرجع بالقانون. بارق، فهم طفاح انه لو فكر ينتقم من اهل القرية بكون انا غريمه بالقانون، ويا ريت تفهمه انه الوقت تغير. الوقت تغير؟ لمه؟ كم الساعة عندك يا مدير؟ الساعة 9:30. وانت؟ 9:30. وانت يا فندم كم الساعة عندك؟ اكيد بتكون 9:30. يعني بوقت ما تغيرش. انتوا اللي تغيرتوا يا مدير، اللي تشن مشيخ ومرئية حقه سواء. الشيخ والرعية سواء امام القانون. ولا مش عاجبك الكلام هذا؟ عجبنا ولا مهما عجبناش. على فكرة يا بارق، بعد شوية بخرج انا والمدير نفتح قسم شرطة جديد بالقرية، قرية فتيني. قرية فتيني؟ واه جماعة، في قرية بالمديرية حقنا اسمها قرية فتيني؟ لا يا شيخ بارق، في قرية اسمها قرية الشيخ طفاح. طفاح يا مش قلت لك الوقت تغير؟ بس انتم اللي مش راضيين تفهموا. يا فندم هبنا مفراق حقنا ذا نبوك لنا. موجود الإفراج، تفضل. ده يا فندم افراق قانوني. افراق قانوني ولا لا؟ ايوه. وانت يا فندم ده افراق قانوني ولا لا؟ قانوني. اكيد قانوني. محروق عليك. الحمد لله على سلامتك يا شيخ. الحمد لله على السلامة يا شيخ طفاح. الحمد لله على السلامة. ألف مبروك على خروجك يا شيخ طفاح، ومثل ما وعدتك أني بخرجك من السجن يعني بخرجك، والآن خرجت مثل ما خرجت أنا من السجن ومثل ما خرجت الشيخ بارق. وأنا أظن عملت اللي علي وزيادة، وأي وقت تحتاجوني أنا تحت الخدمة. شكرا لكم يا جماعة، أديتوا الواجب وزيادة. أنت يا محامي وأنت يا مدير. الحمد لله على سلامة الخروج يا شيخ. أنت متأكد إن أنا الشيخ طفاح؟ دخلت شيخ وخرجت شيخ، وش ترجع عندي القرية شيخ. أرجع قريتك؟ أنا راجع قريتي يا بارق، راجع مضافتي قفلتها لفتيني وأهلم قرية. القرية دي بيني بينهم حساب طويل يا بارق. الأمور تغيرن والدنيا كلها تغيرن، والناس يشوفون مصالحهم وإحنا ننسى مصالحنا. لازم نفتح صفحة جديدة. أنا بيني بينهم صفحة طويلة، مصالحنا شتود ما يؤود الشيخ طفاح. يا بارق ما انتش حاسه بمنار اللي تجيت في صدري. أنا خارج الغابة لما أكون شديد فيها اشتاكلنا مذياب. خلاص مش وقت الكلام ده، بعدين شي نتفاهم. الآن يا شيخ طفاح أنت ترجع قريتك وإحنا نبوك معك. تمام يا جماعة؟ تمام يا شيخ بارق. محلى حياة مؤشه وانزال أخضر قرشه، محلى حياة مؤشه وانزال أخضر قرشه، محلى حياة مؤشه وانزال أخضر قرشه، محلى حياة مؤشه وانزال أخضر قرشه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا زبرق، اهلا. اسمع شو اقول لك؟ اشاكتي سقيني منقى حقي ساعتين بعد العصر فوق منبه. حاضر مليون يا أم شوتر، بس بيصحى بحس التوبة. أنت عندك 60 ساعة وذا عندها 40 ساعة، ومساء غليان ب 500 ريال. زاد 500 ريال؟ لمي؟ كيف لمي؟ ديزل غلي الدنيا حالته حاله. ديزل غلي، الله اكبر على الحكومه ذي. قالت تدعم مزارعين وهي زادت دمرت المزارعين. لما يزيد ديزل ولا يعتدم ما نسوي، ما نوطي. مش قال حقنا يبسين، مزارعنا يهلكين، الله اكبر عليهم. تمام يلا مع السلامه. خلاص الله يهمك، انا شفت حلقه واتروح. تمام. تك بالوادي ديزل. ستار يه ستار يه ده وش اسمه؟
زبروق ذي ماله؟ مرة كذا يقول هو تعبان. لا مشغلها الجهاز. والله انك صادقة يا زنبقة، ما قلبه ربي كذا الا من كل الخيرة. كمان انا نصب واجي ينصب علي قل عندي 40 ساعة ما علي منه. شوتر انا شو اسألك ذحين تقولي حي شيء يجي نفهم ذي. والله انا اقول من باقي لها شهر ونص كذي ومحصول ينضق على الله. بس انا خايف من المريح ذا اللي ساقط لنا منقه صارها، يعني ذا كله سبب مريح وساقط منقه والله الله. والله انك خطير يا شوتر، طلعت داري بكل حاجة، لكن بيني وبينك انا متفائل السنة اما حصلش نبيعه بسعر لانه طفح في السجن. اي والله معك حق، هذه السنه ان شاء الله نبيع محصول حقنا بمزاجنا وبالسعر اللي يناسبني، مش مثل كل سنه طفاح الله لا فتح عليه كان يخلينا نبيع غصبه وبالسعر اللي يشاهو. الحمد لله السنه ما في ولا طفاح بمسجنه على الله يجلس ليوم القيامه هناك. شوتر ايه تذكر لما وعدتني وقلت لي اشتهب لي 50,000 علشان اشتري لي فستان؟ انا هب لك 50,000 متى؟ وعدتني مرة مولة قلت لي لما تبيع منقة في الموسم ده قلت لي اشتهب لي 50,000. يا ذنبك علينا ديون كثير. انا في بالك اصلا بنات القرية كلهم يحانكوني وبنفساتين حقون، وانا لقيت لي فستان مطيحني جنان كل شيء الا ب50,000. فستان ما؟ مطيحني. فستان مطيحني؟ والله لا طيحك فوق مشقرنا من نازل، هب لي علينا ديون. أبا أنت وعدتني لما تبيع منقش اشتري لي شولي وذهب، صح ولا لا؟ من عيوني يا بنتي، إن شاء الله نبيع منقة واشتري لك إن شاء الله. طلعوا عينك انتوا، يعني لمن ما هي قلت لها من عيوني وانا يعني لمن ما هي؟ يا بنتي ما معيش غيرها. الله لا ما معك غيرها يعني، وانا بنت الكلب انا. شوتر زنبقة بطلوا كرم جنانته، جالسة تصايحوا اللي على حاجة، عدم ثمر اصلا في مشجع. والله ان كلامك صحيح يا زخيم، وانت مالك زنبقة قالين بطلين قنن ده حقك لما يشبيقونش يكون خير. زخام لف مرتك قلت لك من انفضل حكا حرام وبطاط لعكم تسع في بطنها كذا لما خرج المفاتح كلها الحياه والميته واخليهم يتيتموا من تحت راس انفضل حكا كري كركر والمش حكا عبايب جدك. مالك دخلك ما دخلك محطة صحيح انك ربحه فوق مشجر. اسمع يا زخيم انت وقتني انت قلت لي انك تشتري لي سلسله ذهب. ذهب ولا ميعود وعدتك. واه كيف نسيت؟ التامس قلت لي لما تبيعونش تشتري لي. مالي للتامس كيف ما سمعتيش الشاعر اللي يقول كلام الليل يمحوه النهار. زخم بدل ما تشتري لها سلس ذهب اشتري لها سلس من حكم كلاب. ما دخلك انت يا ربحه، ما دخلك يا محطة. وين؟ توجك تضاربون على فلوس عدم ثمرة بمشقر، عيب عليكم رحتوا بني. يا اشتغلي شوفوا يا ابنائي، انا داري ان انتم مش متعودين على الراحه، كنتوا تدرسوا ساعه ولا ساعتين وتروحوا. الان انتم على فتره اولى وفتره ثانيه وراحه وفيدوس، اهم حاجه ان انتم تحافظوا على مدرستكم. نعود على مدرستي انا ما فيها سقفتين والسبوره الذهبيه. سقفتين وسبوره باريه مش عاجبنك؟ نجيب لك مدرسه من الصين. ايه كيف فظيع الولد اضحكوا. شو يا ابنائي، اهم حاجه ان انتم تنتبهوا لمستقبلكم ومستقبلكم في التعليم، تحافظوا على مدرسه وتدرسوا حتى لو تحت الشجره، صح ولا لا؟ صح. صلى على النبي. ثلاثة. اهلا يا مدير، اهلا وسهلا يا مدير. قيام اهلا وسهلا مدير. السلام عليكم. صلي على النبي لازم رحم. اتفضلوا راحه تفضلوا. ان شاء الله. اصلا يا استاذ انا كنت اكلمك في موضوع بس محرج منك. ادخل في الموضوع يا استاذ مبروك. الموضوع قديم يا استاذ، موضوعي انا وشفيقه، يعني قد له فتره، قد مشهور يعني الناس يعرفوه، قدوس عما قصه روميو وجوليت، عنتر وعبله، شوتر وزنبقه، مسعود ومسعده. المطلوب مني مطلوب مر السنه يا استاذ، مر السنه على الموضوع هذا، ومر السنه وانت وانا وشوتر جنن بنا يا استاذ، وافهم يا استاذ مبروك. استاذ مبروك. ايوه قل لي ايش المطلوب مني؟ انا ايش المطلوب مني؟ المطلوب يا استاذ انه ولي امري ما بحدوا في البلاد، يعني تجي تفعل ولي امري. حول ولا قوة الا بالله. ما دام كذا طيب، ولي امرك. نعم. بس شوف كمل حصصك كامل، وبعدين انا وانت بنروح مع بعض نحضر
احتفال افتتاح القسم الجديد، قسم الشرطة، عرفت؟ ان شاء الله. وهناك ان شاء الله اكيد شوتر بيكون موجود هناك. وانا بقفشه وبكلمه. ان شاء الله. الله يحفظك يا استاذ. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يدي رزقك ويحاجي عليك ويزيدك من استاذ مبروك. ايوه. انت استاذ ولا شحات؟ لا انا استاذ يا شباب. يلا كملت الراحه. يلا خلاص انقلع. انا يلا بسرعه. لا النوم يشتيني ولا اشتي النوم. مالك يا ام حمود هذاك ما رقد؟ يا كارثة، من عيجي لي النوم من عينيه؟ هيا تعال اجلس هنا جنبي. صب لي قهوة صب. ولا يهمك. ولا ذقت النوم، وانتوا وعدتوني تزوجوني ولهذا الحين ما زوجتونيش. الله ذكرتنا بالمرحومة. ايه ده؟ دي بقرة دي يا بقرة. يا بقرة انت. بص يا اخويا، من هنا شايف الفاصل ده؟ من هنا وفوق بقرة، اما من هنا وتحت مفيش بقرة. عربية مصدومة واللي صدمتها عربية شاص جابت اجلها. بص اما اقول لك يا اخويا، دي خارجة عن السيطرة ومش عايزة بيطرة. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها يا دكتور ناري لو سمحت. دكتور نوري يا محمود. عفوا نوري، هيا كيف لو غلقت العيادة من بدري؟ اليوم افتتاح قسم الشرطة الجديد واهل القرية كلهم موجودين هناك، وبقال لي ان انا اخلص شغل سريع والحقهم. الحين افتهم لي، يعني التوجيهات من فتيني. اسمع يا دكتور نوري، لا تظلي تفعل نفسك انك فاهم في الدكتورة. حقك العلاج وحقك الحبة ما نفعتنيش. وانت يا محمود ما شربت الا حبة؟ لا غلطان، لازم تتكمل العلاج كامل. إن بيني وبينك علاجكم حق هذا الايام ما ينفعش. علاجنا حق زمان كان ينفع، كان شوية مياسي وانك تقول قرش فرنسي. ولا يهمك يا محمود، عشانك بس عشان نفتح قسم جديد في المستوصف الجديد اللي نفتحه، ونسميه قسم العلاج بالميسم والليزر. سترك وجبرك وفديت عرق جنوبك، لكن كلهم يزوجوني. ولا يهمك، مدلين قبضلين. ازيك يا دكتور نوري؟ بضحكونا معاكم يا اما. ازيك يا عم حمود؟ انا بتخض كتير اما اشوفه. اصل فيك شبه كتير من الاسد. يا ريت شرط قلب الاسد انت يا غضنفر يا غضنفر. لقطوك يا دكتور نوري يا اخويا، يعني مسكر العياده كده بدري يعني ومخلص، رايح فين؟ تكون تعبان مريض ورايح تشوف دكتور؟ لا يا دكتور جماعه، مش انا اللي شاري دكتور، الام حمود اللي شاري دكتور. عم حمود ده سيبوه عليا. ده اختصاصي، ده هو من فصيلة الأسود. بهزر. لا أنا رايح القسم، قسم الشرطة اليوم الافتتاح وأهل القرية كلهم موجودين هناك. ابسط عم نوري. وربنا يخلي العم ده فتيني، ما هو اللي سعى في ورا افتتاح القسم الشرطة الجديد. ولسه كل حاجة هتبقى حلوة في القرية، لسه الكهرباء هتيجي والمية هتيجي ومش هتتقطع، والتعليم هيبقى 100 فل و10، والصحة، وهنقطع البطالة، والشباب هتتوظف وهتزيد الرواتب. دي القرية هتبقى 100 فل و10. أصل القرية يا جماعة كانت أيام اللي ما يتسمى ده طفاح، كانت محرومة من حاجات كتيرة. هيا لو أنت رجال كلهم يزوجوني. يجوزوه؟ هبقى اشوف لك لبوه واجوزك. بهزر. طب خاطركم انا استاذن الان، ام حمود وام كارث وابو مدقوش. لا من عيني ولا يهمك. ان شاء الله. وانت كمان يا دكتور؟ لا انا هبقى هنا مع البقر والبشر، الدكاتره كلها هتخرج من القريه. خلاص يلا خاطركم، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. يلا امشي بعد عملك. بعد عملك؟ حاضر يا اسد غضنفر. تعلك بارقه تبرقك من نصك. السلام الصباح عليكم. انا جعفر. جلس يا هبل. وين انت يا هبل؟ قالت خلينا نشتغل واحد انا وانت جالس تصيع. وين انت؟ والله اقسم بالله اني جالس مع الشباب نرمم المدرسه يابا. ترمم المدرسه؟ ترمم المدرسه يا جعفر. انا اقول احنا اخلقك
ترى من المدرسه ما دخلك عاون ابوك ما دخلك المدرسه. خالي قال لي جن بزلم 1000 حقي معلش. اما 2000 صادرت خلاص صادرا والله ما ترجع. كيف تتصادر كيف؟ انا عشان اروح اشتري لي بفك وزرطان او اشتري لي حكايه علشان استمتع. اقسم ورب والله انه ما حق خالي قال حجه خلاص يا زلمه بقى ما نتكلم ولا ليه؟ قال لي اشتري لهم قص وشريط عشان افتتاح القسم. ابوك شي يدبر لك مقاس خليها مقاس. خلاص نسلف لك حلاق بكله ولا عليك. يلا خير من هنا. يلا اسرح شوف لك مهري. يلا منكم تعوذ امي هبل مقلع زخيم اللي يمشي تفتحوا قاسم ما ادري نبوك هنا وانت بعدين لا نفتني قصدك كان علينا امس. صور لي دمي انا مش بايكو يا شوطر ما اناش بايكو. عيب ضروري نبوك وعد نفتيني. يلا خلي على حالنا طلب الله هنا وبعدين خير. جايه الان. صباح الخير هلا، صباح الفل، صباح الريحان، صباح الدبور. خير يا حاصل ايش في؟ ما فيش الا سندوتش واحد الا الهداش. سلك بالله. اللهم المستعان يا خالة، تستخسري بابن اختك واحد سندوتش. طيب شوفي لي فندم قام العذر. هو ليش؟ من متى هو يقوم هذا الوقت؟ كيف من متى يقوم هذا الوقت؟ تدهرنا معنا سفارة، افتتحوا القسم الجديد، تخيلي افتتحوا القسم الجديد ونائب المدير ما هلوش مصيبة، ادخلوا قيموه. خلاص انت انتظر له هنا وانا على بال ما صحي. يلا. وعلى طريقك جزعي السندوتش يا خالي. هذا اخ فتيني كبير القريه وهذا المقدم غيث مدير الامن الجديد. حياك الله. اهلا وسهلا يا اخ فتيني. حياك الله. وطبعا يا فندم القسم هذا هو ثمره من جهود الاخ فتيني. ما شاء الله بارك الله فيكم يا اخ فتيني. ودائما الرائد عادل يشكر فيكم الشكر الكثير. اللهم لك الحمد. كملوا بقيه التجهيزات قبل ما يجي مدير المديريه. كل شيء جاهز يا مدير، باقي معانا الشريط والمقص. المقص والشريط قد رسلت لهم الان واجين ان شاء الله. ان شاء الله. الله يعينكم يا فندم في مهامكم بالمديريه وضبط المخربين بالذات. ان شاء الله هذا طبعا بتعاون الجميع يا اخ فتيني. احنا معاكم بكل ما نقدر ان شاء الله. ان شاء الله. وخال كيفك؟ ها جعفر فين المقص والشريط؟ تحكيني؟ ايوه ابويا وامي واتين بذحين. الحمد لله هيا قدم واجين يا فندم الان. تمام. فين النائب حقك هداش؟ ليش ما يجيش يتعاون معاكم بالافتتاح؟ يا فندم انت تعرف النقيب هداش ما في شي حاجه اسمها التزام بالمواعيد عنده. هداش ملا الله قوم. هداش حاصل منتظر لك خارج. ملا الساعات 9 يا هداش، معك شغل ومعك سفر. ملكم قامت قيامتك. خليه ياخذ القضية على زنبه. ما كذبش اللي سماك هداش. ها خلا قام الفندم هداش؟ لا عادو ما قامش. مالك كيف والحال؟ انتظر عسى يقوم. انتظر مو معي. اسمعني يا حاصل، قل لي ليش اني عسكرتك بعد هداش؟ ليش؟ دريت ليش؟ علشان اراقب كل تحركاته وتصرفاته صح؟ ايوه. ايش عمل؟ ايش سوى؟ فين مشي؟ ايش صرف؟ من كلم؟ لمن غمز؟ وهل غمزته غمزة ضابط ام غمزة ايش؟ عاشق، غمزة عاشق. اسمعني أنا راكنة عليك، بس شوف لو قادر إن أنت تخبي علي حاجة تانية يا ويلك. الله المستعان يا خالة، الله المستعان. عمري خبيتوا عليك حاجة عن خالي هداش؟ ابشري يا خالة بفضيحة كل ربع ساعة. بس بالأخير يا خالة الشكل لك حاجة يعني. بالأخير إحنا رايحين قرية. وليش؟ هذه القرية ما في بش بنات حلوات. المشكلة مش البنات الحلوات يا خالة، ولا البنات الخير. المشكلة عند خالي هداش. ايش؟ خالي هداش لو ما قامش يعني كيفش نعمل؟ اسمعني. أنا بقيمه بطريقتي. طريقتي يعني. خلا؟ خلا لا. خلا. هداش. 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 حول ولا قوة إلا بالله. الفاتحة لروح خالي هداش. كان طيب وعينه طويل. هداش هداش قوم، حاصل منتظر لك خارج من الصبح. قم قامت قيامتك، قم قبل ما اخلي يومك غبر. وما لا يا عواطف،
روح حضر لنا الصبع. مطيرشان 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 ومقريات طوران وبلعام منوران وبنفتين الزهران مطيرشان مطيرشان خلاص يا جماعة، اليوم بإذن الله تعالى مدير المديرية يقوم بافتتاح وقص الشريط لقسم الشرطة الجديد في قريتنا. الآن مدير المديرية بيلقي عليكم كلمته. طبعا أهنيكم اليوم وأبارك لكم بافتتاح قسم الشرطة في قريتكم، وإن شاء الله يحقق القسم الأهداف المرجوة من إنشائه. وأشكر حضوركم وتفاعلكم، وأتمنى منكم التعاون مع الضباط والأفراد لاستتباب الأمن في القرية. وأترك الكلمة للأخ عدنان إذا هو بيضيف. طبعا يا اخواني لا امن بينفع ولا اقسام شرطه بتنفع اذا ما فيش تعاون منكم. وبالفعل بتعاونكم وجد كسب الشرطة لأجلكم ولأجل أمن وأمان القرية. بس يفتيني احنا سمعنا ان في ضباط يتعاملوا مع الناس معامله مش تمام زفت، يعني زيهم زي سجل تفاح. ده من صدقه؟ اكيد يا زخيم. ايوه يتعاملوا كده. وبعدين ايش اقول لكم؟ شلوا قسمكم ده وروحوا. يا محترم، القسم هذا مش موجود هنا بكيفك. الامن مش خدمه اختياريه، انما واجب على الدوله وحق من حقوق المواطن. والقسم هذا وجد عشان يقول للمتنفذين والمخربين ان القانون فوق الجميع. اللي اقول لي يا عمر، يه الحمار فيه ايه؟ ذم حمار يا دكتور، ما ترضاش ترضع ابنها، ترضع مكباسه، فكده مذاكره ذي. يا لهوي، ده عندها زهايمر، بداية الزهايمر. قول اه. مين اللي بيقول اه؟ انا. انت. بص يا عمار، المشكلة مش في الحمار، المشكلة فيك انت. اسمعوا يا أهل القرية، أنتم أحرار، خلقتم أحرار، لا فاسد لا نافذ لا شيخ ظالم يقدر يستبدكم أو يستعبدكم بماله أو قوته، والكل هنا سواسي أمام القانون، واللي بيخرج عن القانون القانون فوق الجميع. الخير والشر موجود، ومثل ما في مسؤول نزيه وواعي في المسؤول الفاسد والظالم، لكن إذا لم نكن يد واحدة ونقول للظالم أنت ظالم أكيد إن احنا بنكون مشتتين. أقدم لكم الرائد عادل مدير القسم الجديد. الأفندم عادل واحد مننا، واحد من أهل القرية. السلام عليكم. وانت يا اخويا حبيبة قلبك فيها ايه؟ اوعى تقول لي شربت بترول شربت ديزل، الدنيا مقشطه وازمه على الخالص. اقول لك يا دكتور جمعه، حبيبه قلبي تخرجنا من البيت بلا قرع. يا لهوي، البقره خرجتك من البيت من غير ما تتكرر؟ اما بقره قليله اصل والله. يا بقره يا بقره. اقول لك يا دكتور جمعه مش مبكره، فكرت خلط معي وصليت. محرمه حكي تخرجنا من البيت بلا قرع، ويمين الله ما تسوي حاجه الا بعد ما عليك ذنب بكره. اقول لك يا دكتور جمعه، لما تجي المرأة تحلبها تزبط وترفس. تحلبها؟ يه تحلب مين؟ ده انتوا حالبينها لبن ولحم وعظم، هي فيها روح، دي حتة خشبة ملبسينها جلد بقرة. تحلب مين؟ إلهي إلهي وانت جاهي، عزرائيل يحلب روحك يجيب أجلك. قلت ايه؟ وشيخنا امين وسهر الامصابة ومشيخ عررها وقرية نورها، ومشيخ عررها وقرية نورها، وشيخنا راجع اهل الجبل رافع. مبروك يا شيخ طفاح، مبروك 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 يا شيخ طفاح. طفاح؟ طفاح مين؟
تفاح انا مش مصدق عيني يا اخي. مش مصدقون ان انا خرجت يا دكتور انبقار؟ هو تفاح ادم قال دكتور انبقى يبقى تفاح. اللي هم كانوا بيقولوا انك مش هتطلع من السجن يعني. والله انا رجعت وش اوريكم ان ما طلعت انفاسكم للشهيدون. يلا جمعة محروق عليك وشغلات تفاح. هو تفاح هو تفاح. أسوته وريحته هو تفاح هو تفاح. أم حزن صباحه بعودة الشيخ تفاح. الهم رجع يا أهل القرية، الظلم رجع يا أهل القرية يا أهل القرية. المعركة بين الخير والشر قديمة الأزلية، وقد ينتصر الشر في جولات، إنما بالأخير ينتصر الخير. وهذا القسم وجد عشان نطوي صفحة الماضي الأليمة بأن ننصف المظلوم ونعطيه حقه من الظالم. أتاكم كلام محالي ومهدار محالي ومخبر محالي. خبرك بالردم قلب وهدارك فتح قلوب مغلقة. بس على الله انتم قسم ذه تنصفونه. أهل القرية عاشنا زمان من الظلم، وعلى الله انتم تنصفونا. صفقوا يعني ما صفقوا للمسؤولين يا قليلين الحياة. استاذ حسن اعتقد انه الوقت المناسب تحكي عن مشا. خلاص الان وقت اننا الان نقفشه. 1 2 3 بعدي. السلام عليكم يا عم شوتر. عم شوتر يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ألف مبروك يا عم شوتر بمناسبة افتتاح قسم الشرطة الجديد. الله يبارك فيك، والله نحن منتظر له من زمان من قسم ذي. فعلا خير ان شاء الله. ايش الوسامة هذه يا عم شوتر؟ ايش الشياكة هذه؟ ايش القنتلة هذه؟ عم شوتر عمرك 20 سنة 25 سنة، ايش الحلاوة هذه؟ عشان تدخل بالموضوع معانا ملف ومدوران. عم شوتر عم شوتر يا غالي شغالي بالي باش كنا نغني ونهرج هني. ما معاكم ندخل بالموضوع. ندخل بالموضوع. يلا. الأستاذ مبروك. الله يبارك. الأستاذ مبروك يشتي يا أهل القرية العوني يا أهل القرية. العوني يا أهل القرية. مصيبة يا اخوانا وحلت على دماغنا كلنا. جمعة مالك؟ خير ما في؟ تفاح رجع. الله، هم راحوا فين؟